هي أحسن طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة ومستحيل تفشل معكن يا غوالي. منجيب السميدات الحلوين لأنه اليوم أكلتنا يا غوالي على قد ما هي شهيرة بالوطن العربي ولكن كتير سهلة وبسيطة كتحضير، فعليا ما بتاخد شغل بالمرة. اليوم رح نعمل لكم البسبوسة بالقشطة. وقبل ما نبلش فيديو اليوم لا تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب، مو مشان شي، مشان صحة الفيديو يا غوالي. وأول شغلة بدنا نبلش فيها اللي هي أساس الأكلة السميد اللي عندي هو سميد ناعم. أنا عندي هون عيار كاسة ونص، طبعا وقت لكم بالكاسات، يعني شايفين هي الكاسة أنا استخدمتها عشان أعير فيها السميد وعير فيها كل المكونات مشان تطلع معي عجينه ناجحه 100% وبسبوسه فعلا ما في إلها مثيل. هلا مثل ما انتم شايفين هدول السميدات، السميد لازم تكون نوعيته كتير ظريفه وكتير رائعه مشان نحصل على نتيجه جدا خرافيه. شو بدنا نضيف عليهم؟ نص كاسه من جوز الهند، نفس الكاسه عيرت فيها السميد مثل ما قلت لكم عيرت فيها جوز الهند، بنحط نص كاسه من جوز الهند، وبنحط كمان نص كاسه من السكر، ما بنكتر، مو مشان شيء، مشان صحتك يا غالي. بهذا الشكل نص كاسه من السكر، ورح ضيف عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر مشان ناخذ النفشه الرائعه والجميله بهذا الشكل. هلا نحن حطينا هيك المكونات الجافه، هي المكونات الجافه لازم تتقلب مع بعضها كثير منيح مشان نتاكد انه المكونات اللي عندنا توزعت بالشكل الصحيح، وهذا الشيء نحن بدنا اياه مشان نطلع بعجينه متوازنه ورائعه جدا. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. هلا صار الوقت مشان نضيف عليهم كمان معلقه صغيره من بذور الفانيلا، وبامكانكم استخدام الفانيلا السائله وحتى بامكانكم استخدام الفانيلا البودره، هذا كله بيرجع على حسب الرغبه، ولكن بالنسبه لي الفانيلا البذور بتعطي نكهه كثير قويه وكثير رائعه وفعليا نكهتها جدا خرافيه. هلا بنجيب السمنه، عندي هون كاسه كامله من السمنه الحيواني، بامكانكم استخدام الزيت النباتي، بامكانكم تخلطوا نص بنص، بس انا اكلتي صراحه بحب اني ادلعها كثير منيح، فمشان هيك انا حاطط كاسه كامله من السمنه الحيواني الظريفه اللي هي السمنه البقريه النقيه 100%، هي ريحتها بتجنن يا غوالي. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. هلا بنبدا عمليه الدعك، هون بندعك على راحتنا. ليش؟ لانه الجلوتينات ما رح تتحرك عنا، لانه نحن عم نخلط السميد بدهون، فما في اي مشكله انه ندعكه. هلا بالعاده اذا حطينا سوائل ما بصير ندعك. ليش؟ لما تتحرك عنا الجلوتينات، وتتحرك عنا الجلوتينات بتصير العجينه تشط وتمط وتعظم، وهذا الشيء نحن ما بدنا اياه. احنا بدنا اكله بسبوسه رائعه وجميله وطريه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. هلا مع الدعك المستمر شو بتلاحظوا؟ بتلاحظوا انه صار عنا عجينه نوعا ما قوامها رملي. هلا برجيكم كيف رح نحصل على النتيجه الرائعه. كيف تختبروا العجينه اللي عنا اذا هي اخذه سمنه كفايتها او زيت كفايتها او لا؟ شوفوا بكل بساطه. هلا بعد هذا التحريك كلياته هيك تأكدنا انه السميد غب السمنة اللي عندي. شو بعمل؟ بيجي بمسك هيك شوي بقص عليهم بهذا الشكل، بفتح، شايفين القوام؟ بس سوي له هيك، شايفين كيف بيفك معي؟ هذا الشيء يلي نحن بدنا اياه. هيك العجينه صارت عنا جاهزه تقريبا. هلا صار الوقت المكونات الاخيره. شو هي المكونات الاخيره؟ خلينا بس هيك نبدل الكف على السريع. بنيجي مباشره بنضيف عليهم معلقتين كبار من القشطه. هون بامكانكم اضافه اللبن الزبادي، ولكن انا عم بضيف القشطه لانه القشطه ما فيها حموضه يا غوالي. القشطه بتعطينا نكهه جدا رائعه وقوام غني وجميل جدا. هلا كمان عندي هون بيضتين، مثل ما انتم شايفين البيضتين بحراره الغرفه بهذا الشكل بحطهم. شوفوا ولا اروع من هيك. بنعمل ترتيبه بسيطه على جنب وبنيجي لعند الحليب. الحليب انا رح اضيف بس نص كاسه من الحليب، بامكانكم تضيفوا شوي اكثر، وينصح انكم تضيفوا الحليب تدريجيا لانه من سميد لسميد بيختلف يا غوالي. انا نص كاسه من الحليب بتكون كافيه بالنسبه لي. هلا شو بعمل؟ بجيب المضرب اليدوي وببدا عمليه التحريك كل شيء مع بعض لحتى يتجانسوا عندي وتصير عندي عجينه بسبوسه غير شكل. شوفوا بسم الله ما شاء الله. طبعا عمليه التحريك لازم تكون كثير سريعه، ما بدنا نحرك انه لفتره طويله، لا بنحرك بسرعه لفتره قصيره. يعني شوفوا اقل من 30 ثانيه صارت عنا البسبوسه جاهزه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. هذا القوام اللي انا بدي اياه، وهيك امورها صارت على العال. وهلا يا غوالي بما انه العجينه صارت عنا جاهزه وكمان الجاط صار عنا جاهز، صار الوقت مشان نجهز الجاط مشان ندخله على الفرن. اول شغله بدنا هالسمنه الحيواني الظريفه الرائعه الخرافيه. بنيجي بهذا الشكل بناخذ لنا شويه صغيره من السمنه وبنحطهم بجاط الباركس اللي عندي، وبنبدا عمليه الفرد. لازم نفردها كثير منيح، ندهنها بالسمنه. بامكانكم استخدام الزبده يا غوالي، بس انا صراحه
صراحة السمنة اللي عندي نكهتها جدا خرافية، فبحب كتير اني استخدمها، بتعطيني نكهة كتير رائعة وكتير جميلة. لازم نغلفها كتير منيح مثل ما انتم شايفين. اهم شيء ركزوا لي على الزوايا عشان نحصل على نتيجة جدا خرافية. هلا مباشرة بنيجي لعند خليط البسبوسة اللي عندنا، بناخذ نص الكمية وبنبدأ عملية الفرد. طبعا اذا حسيتوا انه نص الكمية شوي كتير، اهم شيء انه تكون نسبة الارتفاع ما بين سنتي لسنتي ونص بالنسبة للبسبوسة مشان تطلع عنا بالشكل الرائع والجميل. مثل ما انتم شايفين هيك بنفردها ولا اروع. هلا شو بدي اعمل؟ بدي اخذها مباشرة على فرن محمي مسبقا على حرارة 180 شغال فوق وتحت ومروحة، وبنتركها بالرف الوسطاني، بتاخذ ما بين 15 ل 20 دقيقة وبتصير عنا جاهزة بإذن الله تعالى. بهالاثناء يا غوالي صار الوقت مشان نجهز القشطة اللي بتكون بالوسط. قلنا بدنا نعمل اطيب اكلة بسبوسة بالقشطة، فالقشطة لازم نعملها بطريقة تكون كتير رائعة وبنفس الوقت ما بدنا اياها تفرط معنا. فمشان هيك انا عندي هون كاستين من الحليب. شو بعمل؟ بضيف عليهم 3 معالق كبيرة من النشا بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين يا غوالي. طبعا انا لسه ما شغلت الغاز، هي نقطة كمان جدا مهمة عشان ما يتكتل عندي المكونات اللي انا رح اضيفها هون. هلا مباشرة بنيجي بنضيف عليهم معلقتين كبيرة من الجبنة الكريمية. هي الجبنة اللي رح تعطي نكهة رائعة بكل معنى الكلمة بهذا الشكل يا غوالي. باقي هون عندي شوي صغيرة كمان بنزلهم بهذا الشكل. هيك امورنا باللوز. هلا كمان بدي معلقتين كبار او 3 معالق كبار كمان من القشطه، قشطه قيمر يا غوالي، بتعطي نكهه كتير رائعه وكتير جميله. انتم قد ما بدكم انكم تدعموا القشطه تبعكم رح تطلع فعلا كتير خياليه. يعني كل ما زودتوا مكونات طيبه ودسمه صدقوني رح تطلع غير شكل. هلا شو بعمل؟ بيجي ببدا بتشغيل عمليه الغاز بهذا الشكل، وبجيب المضرب وببدأ عملية التحريك لحتى يدوب كل شيء عندي ولحتى يتقل القوام. ترتفع درجة الحرارة فبيتقل عندي القوام. بس يتقل عندي القوام معناتها أمورنا باللوز صارت القشطة عنا جاهزة. وبعد يا غوالي ما مر عليهم شغلة 10 دقائق على النار، شوفوا بسم الله ما شاء الله ارتفعت درجة حرارتهم وشد عندي القوام، وهذا الشيء اللي أنا بدي إياه. هلا شو بعمل؟ بطفي عليهم النار مباشرة وبضيف عليهم معلقة صغيرة من ماء الزهر بتكون كافية مشان ناخذ النكهة الطيبة والرائعة. هلا بنعطيهم تحريكة أخيرة مثل ما انتم شايفين مشان يتجانس عندي الخليط ويطلع عندي غير شكل. هلا شو بدي اعمل؟ بهالاثناء وقت احنا عم نساوي القشطة فعليا خلصت عندي البسبوسة وطلعت من الفرن. شوف بسم الله ما شاء الله اخذت اللون الزهري هذا الخفيف اللي على الوش، يعني هيك زهرت شوي من الوش. فهذا اللي نحن بدنا اياه، ما بدنا اياها تستوي 100% لانه لسه في منا طبقات لحتى تستوي عنا. فهلا بنيجي بناخذ القشطة اللي عنا وبنسمي بالله وبنفردها بهذا الشكل بالسماكة اللي نحن بدنا اياها وبنتركها لحتى تبرد تماما. بعد ما جهزنا كل شيء يا غوالي ومثل ما انتم شايفين القشطة بردت عنا ولسه عنا نص كمية البسبوسة من العجينة. بس اول شغلة بدي اوضح لكم نقطة جدا مهمة، نحن ليش بردنا القشطة؟ شوفوا القشطة تكون على وشها طبقة الوش، هاي الوش بيمنع انه تدخل نفسها العجينة مع القشطة وتبرغل جواتها. لا احنا هيك فصلنا القشطة عن البسبوسه اللي رح نحطها. هلا شو بدنا نعمل؟ بنيجي لعند عجينه البسبوسه بنعطيها تقليبه سريعه لانه كنا تاركينها صار لها شغله النص ساعه، فهلا صار الوقت كمان اني احملها بهذا الشكل وابدا افردها على الوش. بس هون بدنا نكون شوي شوي عم نفردها يا غوالي في حيث انه ما نخدش القشطه. هاي نقطه كمان لازم ننتبه عليها، شوي شوي بايديكم هيك لحتى تتكون عندكم طبقه مستقيمه ومتساويه. وبعدين بنرجعها على الفرن على حراره 180 شغال فوق وتحت ومروحه، وبنحطها بالرف الوسطاني كمان بتاخذ شغله ال 15 ل 20 دقيقه وبتصير عنا جاهزه. وصلنا لعند المرحله يا غوالي انه البسبوسه بالقشطه صارت عنا جاهزه. شوفوا لي على هالمنظر اللي عليها بسم الله ما شاء الله، والريحه اللي بتجنن اللي طالعه منها عن جد شغله خرافيه. هلا صار الوقت مشان نصقيها بالقطر. طبعا القطر اللي عندي هو عيار بعيار والقطر سخن، بدنا نصقيها وهي وسخنه. هلا طلعت من الفرن مباشره بنبدا بننزل عليها القطر بهذا الشكل. شوفوا لي على هالمنظر يا سلام يا سلام. طبعا يا غوالي ونحن وعم نصقيها بالقطر رح تلاقوها انه هي بلشت تشرب القطر، بس احنا بدنا نضلنا عم نصقيها لمده دقيقه كامله. ليش؟ لانه عنا ياها البسبوسه شوي سميكه مشان ينزل القطر لتحت تطلع عنا بالنكهه المتوازنه الرائعه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، عن جد ريحتها خياليه يا غوالي. هاي لازم تعملوها مو مشان شيء، مشان صحتكم. طبعا يا غوالي بعد ما بردت عنا البسبوسه بالقشطه هلا صار بامكاننا انه نقطعها. طريقه تقطيعها سهله وبسيطه كثير، ولكن لازم ننتبه على خطوات جدا مهمه يا غوالي. هلا انا حررتها. كيف حررتها؟ باستخدام السكينه بيجي عند الاطراف وببدا بساوي لها بهذا الشكل. شايفين بمرر السكينه مشان تتحرر عندي. انا جهزت لها هي النقطه مسبقا مشان ما اطول عليكم يا غوالي. ومباشره شو بنيجي بنعمل؟ بنقلب الجاط بهذا الشكل
وبنيجي بالوسط باستخدام السكينة كمان مثل ما قلنا السكينة حادة يا غوالي. بنبدأ عملية التقطيع هيك شايفين، يا سلام قوامه رائع جدا، أنا حاسس الطراوة اللي جوا وهذا الشيء اللي أنا بدي إياه. هلأ بنيجي هون بنبدأ بنشوف قديش المقاس بدنا إياها، بدنا إياها تكون طولية مثلا، بدنا إياها تكون مربعية مثل ما أنا بدي إياها بهذا الشكل. شوفوا بسم الله ما شاء الله، من قصة ما بتاخد معنا شغل بالمرة، شايفين ولا أبسط من هيك. وهون كمان هيك بالنص، يا عيني الله الله الله. هي الأكلة كانت الوالدة كتير تعمل لنا إياها وأنا صراحة كتير بحبها. هلا بالنسبة للتزيين بإمكانكم تزينوها بالطريقة اللي أنتم بتحبوها، ولكن أنا عن نفسي بحب إني أجيب جوز الهند بهذا الشكل، حطه وحط فوقهم الفستق الحلبي. شايفين هذا المنظر بيعطيكم منظر رائع وجميل جدا. رح كمل الصينية كلياتها يا غوالي وبعدين برجع لكم مشان ندوقها مع بعض، لانه صراحة لازم اهتم بصحتي بهيك اكلة طيبة، وخصوصا ان احنا عاملينها بالسمن الحيواني يا غوالي، نكهتها وريحتها عن جد مو طبيعية. وبهيك يا غوالي مثل ما انتم شايفين، شوفوا لي على هالبسبوسة بالقشطة، بسم الله ما شاء الله، فعلا يا غوالي طالعة معنا غير شكل. هلا صار وقت مشان نحطها بصحن التقديم. شوفوا يا عيني الله 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 على القوام اللي اخذته قديش رائع وجميل. طبعا رح تتساءلوا انه وين راحوا الثلاث قطع. بيني وبينكم يا غوالي في واحد من الشباب هون ما رح نحكي اسمه، بسرعة استون له قطعة لأنه فعلا ريحتها كتير رائعة وكتير جميلة. هلأ صار الوقت مشان ندوق يا غوالي بقى، مشان هيك بدي اياكم تقربوا. شوفوا 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 الجمال يا عيني، شوفوا الله الله الله. بنيجي بناخذ هيك الشوكة، شوفوا وقت نقسمها يا عيني، شايفين التماسك اللي اخذته مع بعضه. شوفوا القشطة اللي فيها، القشطة اللي فيها طالعة فعلا كتير كتير خرافية. قربوا لهون شوفوا شوفوا يا عيني، شايفين القشطة؟ الله قشطة دسمة وطعمة السمنة اللي فيها. هلا بنقول بسم الله يا كريم وبندوق بسم الله. الله الله الله، فعلا يا غوالي أكلة مفتخرة. يعني هي وقت تعملوها قدام ضيوفكم، قدام أحبابكم وأصحابكم، حتى قدام أهلكم يا غوالي، رح تنبسطوا كوميات ورح تهتموا بصحتكم على 24. وهلا رح نجهز لقمة ثانية. شوفوا انتم القوام اللي اخذينه قديش رائع وجميل. هذا القوام الرائع، وكمان نكهة جوز الهند ترى ضافت كتير نكهة رائعة، فاعملوها مو مشان شيء، مشان صحتكم. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، مو مشان شيء، مشان صحة الفيديو يا غوالي.